تشهد الدار البيضاء خلال شهر رمضان اختناقا مروريا خانقا في عدد من المحاور الرئيسية، ما خلف حالة من الاستياء في صفوف المواطنين ومستعملي الطريق. وتزداد حدة الازدحام بشكل لافت خلال الساعات الذروة الصباحية، حيث يتزامن توجه الموظفين والتلاميذ إلى مقرات العمل والدراسة مع ضغط إضافي على شبكة الطرق. كما تتفاقم الوضعية بعد الساعة الثالثة تزامنا مع خروج المستخدمين والموظفين من الإدارات والمقاولات، حيث تتحول عدة شوارع إلى نقاط سوداء تعرف بطئا شديدا في حركة السير. ويشتكي السائقون من طول مدة التنقل التي قد تتضاعف مقارنة بالأيام العادية، ما ينعكس سلبا على التزاماتهم المهنية والأسرية، خاصة في فترة ما قبل الإفطار. ويرى متتبعون أن هذه الظاهرة تتكرر كل سنة خلال رمضان، ما يستدعي إجراءات استباقية أكثر نجاعة، سواء عبر تعزيز التواجد الأمني لتنظيم السير أو تحسين برمجة إشارة المرور وتوعية السائقين باحترام قانون السير. أشكركم على حسن المتابعة، في فيديو قادم بإذن الله.